عمرك سألت نفسك إيه هي أكتر أكلات وأكتر محاصيل بتتاكل في العالم؟ النهاردة هقول لكم أكتر 3 محاصيل بتستهلك في العالم وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. المحصول رقم 3 الذرة. الذرة بدأت كمحصول متواضع جدًا بيزرعه السكان الأصليين في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ولكن بعد ما اكتشفها المستكشفين الأوروبيين اتحولت الذرة فورًا لأكلة عالمية وموجودة في كل حتة من التورتيلا للفشار للكورن فليكس وحتى كمان مستخبية في مشروباتك الغازية. الذرة بقت جزء لا يتجزأ من الغذاء العالمي مش بس للناس ده كمان حتى للحيوانات لأن هي جزء أساسي من أعلاف البهايم. المحصول رقم 2 القمح. القمح بدأت زراعته من هنا من الشرق الأوسط وبدأ زراعته من 10,000 سنة تقريباً يعني قبل ظهور البيتزا البيبروني بكتير جداً. والقمح هو المكون الأساسي لأعظم وصفة في تاريخ البشر العيش، واللي خاض رحلة حوالين العالم كله لحد ما بقى فيه منه مئات الأنواع زي الباجيت والبيجل والنان. القمح كان وما زال الغذاء الأساسي لناس ما تتعدش في كل حتة في العالم. المحصول رقم 1 الرز. الرز بيحتل المرتبة الأولى باعتباره أكثر المحاصيل استهلاكاً على الكوكب وبيغذي تقريباً أكتر من نص سكان الأرض. نشأ الرز من شرق آسيا وهي أكلة غذائية سهلة ومشبعة من غير أي إضافة وممكن تندمج مع أي طبق سواء كان الكشري أو الكاري أو السوشي أو حتى الرز بلبن. رخيص الثمن ومتوفر دايماً وعمره ما يسيبك لوحدك وقت الغداء. استمر الرز من آلاف السنين وما زال بيستمر في الفوز بقلوب الناس وإشباع بطونهم وبيثبت إن حبة صغيرة قوي ممكن تحتل مكانة كبيرة جداً في أطباقنا وكمان في قلوبنا. والحمد لله على كل نعمة.